سنة المجري شو تعليق؟ بخصوص السيد محمد الهنتاتي، لاني انا واحده من الناس يعني نعتبره بعيد كل البعد عن كلمه شيخ. يعني لا اعتقد انه هو قرا في اي هكا ولا لا عنده شيخ. دكتوراه يا مدام. به دكتوراه اثبت لي ذلك. انا شخصيا ضد استضافه الشيخ لا نبي قوسين، ضد استضافه السيد محمد الهنتاتي في المنابر الإعلامية، على خاطر في كل مرة يطلع لنا بفتوى هنتاتية على المذهب الهنتاتي، يعني يفحمنا بها. وفي كل أنا نصيحة إليه، يعني قبل ما يخرج في المنابر الإعلامية نتمنى أنه هو يحل مشاكله العالقة قضائيا وعلى جميع يعني المستويات. لكن احنا نحكيوا على المشاكل الشخصيه، لان نحكيوا على تصريح. لست اهلا باش انا نفتي في المسائل هذه. فما اهل اختصاص اللي ينجموا يحكيونا في السكر والغسل والوضوء. انا نحكي على استضافته في المنابر الاعلاميه اللي انا ضدها. واضح. به قبل ما نمشيو لاهل الاختصاص باش نمشيو لهنا الفهري. بون انا جو بونس مسيو لو شيخ الهنتاتي حب يخرج تراند، عنده برشا ما عملش بوس توا سيرتو قبل المواسون. اما انا فرانشمون سهيل مانيش فاهمه يعني شنو المسيو هذا قاعد يشجع العبيد تشرب وتمشي تصلي. تي انا هنا الفهري نعرف اللي يشرب حرام ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. لا دونك حاجه ماهيش لوجيك بالحق، ما نحب ما نفهمهاش انا كيفاش يعني واحد تو سامبلومون خارج من البار هاكا جست تعمل كيلكو فيغا ومانيش سكران، نعمل دونتيفريس ونتعدى للجامع نمشي نصلي هكا يعني بالبساطه هذه. فرانشمون ماذا بيا الشيخ ياسين العياري يفسر لنا يعني الحكايه هذه خاطر دخل بعضك. باهي باش نمشيو للشيخ، لكن نوفل يلا. والله ما نعرفش اسكو هو زيتوني ولا مش زيتوني. قالت الشيخ الهنداتي. لا مش زيتوني، هي ظاهرة إعلامية. اللي قرا في مصر أي واحد قرا في مصر ولا في سوريا دونك في سوريا شهيدوا لازم نشوفوها. بالنسبة للرأي اللي هو يسوق له إنه الخمر، يعني إنسان يحتسي الخمر ينجم يعمل الوضوء من غير الغسل ويمشي للصلاة. الخمر في حد ذاته لو كان وصل إلى درجة إنه يذهب العقل، يعني حالة السكر، هذايا ما ينجمش يصلي من أصله معناها نورمالمون. لكن إنسان يعني الالكول اللي في دمه ما هيش يعني النسبة اللي باش تذهب له العقل نتاعو، يعني نسبة الخمر يعني ضئيلة جدا، يعني بريسك شرب ماء يعني فيه شوية الكول. أنا من رأيي يتوضا ويمشي يصلي على روحه. لا ما فيهاش عيب يعني. عليك لا يعني معناها لا هو يسلم قرايت. انسان يشرب الخمر باش يتحاسب الساعه على الخمر اللي شرب. انا واحد من الناس ما نشربش الخمر، دونك باش يتحاسب على الخمر نتاعو. والصلاه هذاك كانت على المؤمنين الكتاب الموقوت، يعني الصلاه نتاعو هي فرض الواجب خويا. لكن الخمر كملت خونا ما يصيرش. لا اذا الخمر يعني باين النخبه خويا، عرفت الخمر مصيبتنا بسم الله العظيم الرحمن الرحيم. هو اللي باش يتحاسب عليه، مش لا انا اللي باش نحاسبه. للمجتمع نتاعنا لا حتى عنده حساب مع ربي سبحانه وتعالى. انت على ما يبدو تحتسي من دون ان تستحي. من الاحسن يمشي يصلي باش ما يفلتش الصلاه نتاعو اللي هي فرض. قيس سويح صار بعد 3 سنوات في المدينه المنوره لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسر على الصحابه الكرام، ما حبش معناتها يصعب عليهم ترك الخمر على خاطر معناتها الناس تستعمل في الخمر عندها سنين. كان بالتروي معناتها، فهمت كيفاش؟ لكن احنا فهمناها بمفهوم اخر، كما فهم الشيخ هذايا معناتها يشجع العباد تمشي تشرب ومن بعد تمشي تتوضا وتصلي. ما هذا ما تجوز الحكايه هذه. واحد باش يقابل ربي ماذا بيه يقابل ربي في كامل قواه ومداركه العقليه. اللهم انسان حب يتوب، كان شارب سبحان الله جاته توبه من عند ربي سبحانه وتعالى، دخل للمسجد ميساج نخليوه يتوضا ويصلي على روحه. ممكن كي معناتها يكون سبب باش ربي يهديه سبحانه وتعالى ويقلع الخمر ويشد الطريق المستقيم. قدور الشيخ راه مش قال لك امشي اشرب ومن بعد توضا وامشي يصلي من بعد ارجع اشرب ومن بعد امشي. لا مش هذا اخويا. قال لك انت سكران، ديجا وسبقني فيها اخويا قيس. انت سكران ولا بايت سكران وفجأة تحب تمشي تصلي على روحك. إذا كان أنت ماكش على جنابة
وتعرف روحك طاهر من الناحيه هذيك، تمشي تتوضا وتصلي على روحك. لا معناها مش لازم تعمل وحده الطهاره الكبرى هذيك. هذا هو ايش حب يقول الشيخ. هنا ردته معناتها يشجع، ما وعيب ما يجيش هكايا، لان الكلام هذا عباره قاعده تغلط في الناس، يعني كلمه حق اريد بها باطل تحب تقول انت. هكا. يلا عربي عندك ما تقول في الموضوع؟ لا لا، خاطر اللي نعرفوا اللي كونه هو اللي نعرفوا معناتها اللي كونه هو الخمر حرام، هذا حسب ما نعرف انا معناتها فهمت. اما ممكن كما قال قدور معناتها القصد مش هذا وكا. باهي